عسلامة عسلامة باك 2026 مرحبا بيك تتفرج على الفيديو هذا. نحب اليوم الفرحة، نحب اليوم الابتسامة، نحب اليوم الحماس الباهي، على خاطرك انت اليوم على خطوة، على بعد خطوة صغيرة برشا من بداية الحلم متاعك باك 2026. ناخد 30 تاني. على الأول نقدم روحي، أنا محمد عياد معتيك صاحب قناة افهمها في دقيقة، واللي هي إن شاء الله باش ترافقك على عام كامل في تحضيرك للبكالوريا، خصوصا تلاميذ الباك سيونس. أنا باك 2024 فشلت فيها ونجحت من البرنسيبال في باك 2025. نحب نقول حاجة اللي أنا من التلاميذ اللي كنت متفوق في دراستي من السنة أولى ابتدائي للدروازيام سيونس، لكن عام الباك عملت فيه برشا أغلاط، عملت فيه برشا حاجات كارثية. واليوم حبيت نشارك معاكم تجربتي اللي صارت في باك 2024، وشنية الأخطاء اللي تعلمت منها في باك 2024 وتجنبتها في باك 2025، والحمد لله ربي أكرمني بالنجاح، والحمد لله يا رب العالمين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برشا فينا يعمل أغلاط، وأنا نقولها عملت أغلاط في عامة الباك متاعي الأولى، وأغلاط كبيرة برشا، وما فقط كان وقت هي هزني ترى. لكن أنت بإذن الله بعد الفيديو هذا باش تتعرف على برشا أغلاط باش تفهم روحك. لذا أنا ننصحك توا تجيب ورقة وستيلو وتقيد الأغلاط وتقيد الكلام اللي أنا باش نقوله لك، وإن شاء الله يا ربي تكون من الناجحين، وإن شاء الله الناس الكل تنجح، وإن شاء الله تفرحوا عائلاتكم. أهم حاجة إنك تفرح عائلتك، تفرح أمك وأبوك اللي تعبوا عليك، تحاول إنك تكون زاد تجيب المعدل اللي تحب عليه باش من بعد ما تلقاش مشكلة في التوجيه الجامعي. ركز على النجاح، والنجاح والنجاح راهو الباك ماهوش صعيب، وزاد الباك ماهوش سهل، فيه برشا ضغط صحيح، ولكن لو كان تعرف كيفاش تتعامل مع الضغط بإذن الله باش يكون لك أحسن عام في حياتك. الفشل راهو مش يعني سد طريق النهاية لجميع باك 2025 اللي فشلوا، لا لا بالعكس، الفشل هو أول خطوة للنجاح، وكما قلت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من غير ما نطول عليكم نبداو بالأغلاط واللي عملتها أنا في 2024، وبرشا عباد زادا عملوا الأغلاط هذه. واللي هي أغلاط يعني تضحّك شوية، وأغلاط معروفة ولكن نحن ساعات ننساوها. أول حاجة الحماس الزايد، أكثر غلطة اللي أنا ندم عليها اللي هي الحماس الزايد، إنه نبديو أول العام بmotivation قوية برشا. نبداو من 1 سبتمبر، فما شكون زاد اللي بدا من، نتصور فما شكون بدا يقرا étude من توا، بدا هكا بmotivation قاعد يخدم 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 ويمحرث بقوة، وقاعد يريفز كل نهار وكل ليلة، وقاعد يخصص في 10 سوايع كل ليلة، والmotivation على عجلة. حاجة باهية إنك تقرا، حاجة باهية، ولكن ما تخليش القراية سببها الموتيفاسيون. راك باش تتعدى بوقت صعيب، راك باش تتعدى بفترات نحن بشر، وفي الآخر نحن التلميذ التونسي يعني ماكن نوع الكركار شوية، معناها اللي يوصل نوفمبر ديسمبر يبيل شوية، لكن اللي يقرا بالسيف وما يحبش القراية ويقوم السبعة متاع الصباح ما عينوش يمشي يقرا، واللي يروح على الستة متاع الليل يبدا فادد وقال. فلو كان أنت باش تحرق هاكا الإنرجي اللي عندك من أول الطريق، خسرت، خسرت بالرسمي. دونك حاول إنك استحفظ عليك الطاقة. اللي يدخل في سباق راهو مش من أول مرة، ومش من أول دقيقة باش يعطي الكل 100%، لا، باش يحاول يبدأ بشوية بشوية. أهم حاجة إنه يعمل العادة الروتين، إنه يبني روتين معين. تبدأ تقرا ما تسالش من تو أبدأ أقرا، ولكن تخصص ساعة من زمان، وأهم ساعة أنا نقولها اللي هي من 7 ل8. إنك تبدأ من 7 متاع العشية ل8 متاع الليل، معناها الساعة هذيك في الليل إنك تقراها، تبني في عادة إنه مخك وقت اللي تجي 7:00 راهو باش يبدأ يقرا. أهم حاجة واقرا ساعة، أقرا ساعة بشوي بشوي. توصل 1 سبتمبر خليها ساعة وربع، توصل 15 سبتمبر خليها ساعة ونص، توصل 1 أكتوبر تخليها ساعتين، توصل نوفمبر تلقى روحك تقرا في 3 سوايع،
توصل لديسمبر تقرا في 4 سوايع، بشوية، بشوية تزيد في عدد ساعات الدراسة. راهو الحماس الزايد يغلط برشا تلامذة، على الأول يبدا بقوة وأنا منربز في المات وفي السيونس وفي الفيزيك والإرسي والريل وكملت السينيتيك شيمي وأنا كملت الدبلويد، هي يوزر لك يقول لك أنا تو كملت درس الدبلويد. يا صاحبي علاش؟ من سبتمبر كملت الدبلويد هاكا هو نسكروا العام عاد. فاش قام الموتيفاسيون هذه الكل؟ وأنا سكرت الانفورماتيك وسكرت الفلسفة وسكرت العربية، لكن تلقاه مشى دفع فلوس حضرها هكاكا بالفارغ وفي الآخر ما استفاد بحتى شيء. لذلك أهم حاجة إنك تنقّص شوية من الحماس الزايد، تكون متحمس إنك تقرا كل نهار ساعة خير من اللي تقرا لي توا 5 سوايع وتجيني في أكتوبر ونوفمبر نلقى الباتري فابل. نبدا كل نهار وبعد نوخّر، هذه زادا غلطة، إني نبدا كل نهار قاعد نريفز وبعد نبدا بشوي بشوي نوخّر ونكركر، نشد لها شهر كامل نقرا، برا نقولوا جمعتين نشد لها نقرا كل نهار jour 5 سوايع، ومن بعد نضرب لها 3 جمعات عاد سي بيّلت، سي نورمال تبيّل. يا أخي أنت في التروازيام صديقي كنت تقرا أجور؟ لا، في الدوزيام كيف كيف لا، أنت بنيت روتين جديد على حياتك، يعني أنت لازمك تسيس روحك بشوية بشوية، كيفاش هادي تبدا بالقوة الكبيرة من أول العام؟ عبارة أنت توا مازلت كي تولدت، عبارة مازلت كي باش تمشي على ساقيك، فماشي بيبي أول ما تولد وبدا هكا يمشي، يبدا يجري يمشي يشارك في سباق متاع كورس، ما تنجمش. صعيبة الحكاية، على خاطر نحنا ماناش مستانسين التلميذ التونسي وأنا منكم معناها، منكم وإليكم، مستحيل هاكا اللي تروازيام والنجيم راهو تلقاه يقرا أجور مستحيل.